فرحنا، دايما ضحكتنا قريبة، بنقاسم غيرنا سمحنا. شاربين من نيلنا الصافي، ماكلين من خيرنا جمحنا. بلدنا الخير ومحضنا مدافي، وين غير أرضها نحن ارتحنا. جمعانا فيها لقينا ناس فهمانا، عربي رطانا ناس سمعانا، مهما غبنا هم معانا، زادنا محبة منتظرانا. بلد حنية حب كمية صافية، سماها زي النيل، إيدها سخية زي النيل، وزي كرم المراكبية. أنا والله شاكر لكم جزيل الشكر كل الإخوة والأعيان بقرية الحجير. أول حاجة لقدومكم وتفقدكم للمركز، والحاجة يعني أنا بعتبر إنه هي دي مبادرتين، مبادرة لتفقد أحوال المركز والوقوف على أحوال الوافدين، ومبادرة خيرية تحتوي على وجبة غذاء مقدمة من الأخت شاكيلة هاتون اللي هي أختها هندية. ربنا إن شاء الله يتقبل منها ويتقبل منكم كلكم حسن الصنيع ويجزيكم حسن الجزاء بما قدمتموه وما ستقدموه لأخوانكم داخل مركز يواسر المبارك. أخيرا نيابة عن أخي المدير التنفيذي للمحلية محمد صابر محمد أحمد، وأصالة عن نفسي كرئيس لجنة الطوارئ والأزمات ورئيس لهذا المركز، أنا رامي عبد الرحيم أتبع لمحلية الدبة، أتقدم بالشكر أجزله لكل الحضور من قرية الحجير بمركز يواسر المبارك بالعفاط، وعبركم صوت الشكر والإحسان والثناء للأخ سر المبارك لما قدمه لإخواني الوافدين من ولايات دارفور الكبرى وولايات كردفان الكبرى وفاشر السلطان. شاكرين لكم للمرة الثانية وجزاكم الله خير، ربنا يتقبل منكم. السلام عليكم. ناس عايشاها ببساطة، أصيلة جميلة في ذاتها. مواطنين الحجير، الحمد لله شكر لله، اليوم في زيارة إلى معسكر أخونا الشيخ الساري المبارك في محلية الدبة في الإيواء للنازحين من أهلنا في دارفور وكردفان الكبرى. الحمد لله شكر لله، هذه المرة الثالثة أن احنا نجي يعني كمنطقة الحجير بمبادرات جايانا من أخونا من قبل، أخونا ولدنا أبادر الكودا وأخوتنا بنت البلد نبوي الخليفة، والآن نحن جايين بمبادرة من أخوتنا في الإسلام شاكيلة خاتون اللي هي أخوتنا هندية. الحمد لله شكر لله، تبرعتنا بهذه الوجبة ونحن قمنا على هذا الأمر. الحمد لله شكر لله، عملناها برانا يعني، اشتغلنا حتى شغل برانا يعني. ويعني الذل لو دار يتكلم الكلام كثير، لكن شايفين المجهود الكبير اللي قاعد بيقوموا ناس اخونا رامي والمحليه كامله في هذا العمل الانساني الكبير، يعني عمل يعجز الانسان ان يوفي حقه. يعني 25,000 يا جماعه ما حاجه سهله، 25,000 فرد. يعني انت لو كده بس متخيل انك انت 25,000 ديل بس دار تشوفهم كده الصباحيه، غير انك تقدم لهم حاجه، ده حاجه صعبه جدا جدا. نزل الله سبحانه هذا العمل يا اخ رامي يكون في ميزان حسناتكم خالصا الى الله سبحانه وتعالى. وعبركم يا اهل الحجير والاخوه في المعسكر نحن نقدم لاخوتنا شاتون ان شاء الله ربنا يديها الصحه والعافيه، وما تكون اول مبادره منها، ان شاء الله تكون في مبادرات تترى الى معسكر اخونا ثار العفاض، وان شاء الله نزل الله سبحانه وتعالى يرفع هذه الحرب اللعينه التي شردت الجميع. احنا بنقول ناس دارفور، نحن ذاته الان نحن جايين من الخرطوم، قاعدين لنا 3 سنة في الولايه الشماليه باعتبار نحن نازحين يعني، لكن جينا لاهلنا وكده، وديل السجونه ديل والله اهلنا وزياده، ونتمنى انه اقامتهم يعني تكون بطيبه ويرجعوا لاهلهم لزراعتهم، يرجعوا ان شاء الله لبهايمهم، يرجعوا ان شاء الله لوديانهم لخيراتهم اللي هي خيراتهم اكثر مننا. راضيه وعايشه لحظاتها، تشوف الخير في ضحكاتها. ناس عايشاها ببساطه، اصيله جميله في ذاتها. راضيه وعايشه لحظاتها، تشوف الخير في ضحكاتها. ناس عايشاها بالبهجة،
كلمة تفك ليك زهجة وتعيش الحب لغة ولهجة. دي بلدنا ودينا نحنا نفس العادة والطيبة، وكل اللي بفرحها بفرحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معتصم محجوب، مشرف المنظمات والمبادرات بمخيم أزهري المبارك بالعفاط. في البدء نرحب ترحيب كبير بأخواننا بمنطقة الحجير على هذا الدعم الكبير، عبارة عن وجبة قدمت للنازحين بالمخيم. وهذا ديدا اخواننا في منطقه الحجير، نحن نعتبر انه دي ما مبادره اوليه، لكن دي المبادره الثانيه. كان عندهم مبادره باسم الاستاذ ورجل الاعمال نبويه، وهم الان يعودوا يقدموا لنا برضو وجبه غداء للنازحين بمبادره من شاكيرة خاتوم، هندية الجنسية وتنفيذ أهلنا في منطقة الحجير. لهم منا كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله ربنا يتقبل هذا العمل الكبير من الأخت الهندية علينا ومن أخواننا في منطقة الحجير. شكرا جزيلا. حبر بينا في سكون القرية فينا، وفيها هزيج المدينة. دي بلدنا ودينا نحنا كل حتة بتحكي بينا. في الغلا والفتحة بابا ربنا وقارة وربابة. دي بلد خيرنا وسامحنا كيف نفارق يا اخت رابا.